السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الفطير المشلتت بأقل كمية سمنة، وكمان بطريقة فرد سهلة جدا من غير ما نضيف سمنة خالص في الفرد. واللهم بارك، الفطيرة عاملة معايا كده اكتر من 20 رغيف. تابعي بقى الطريقة كاملة، ولو بتعملي الفطير بأي طريقة تانية جربي بقى طريقة النهاردة، بجد طالعة تحفة. يا ريت بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجه بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا النهارده هعمل معاكم كيلو ونص دقيق. نخلت الدقيق كويس جدا في الاول، وبعد كده ضفت ميه، وضفت مع الميه معلقه ونص سكر كبيره، ورجعت ضفت ربع معلقه ملح وقلبت كويس، وبعد كده نزلت بالدقيق. في الاول كده هنعجن العجينه على اليابس، وبعد كده هنطري فيها واحده واحده. يعني انا منزلتش بالميه مره واحده في الاول، احنا عايزينها عجينة يابسة ونلتها، وبعد كده نطريها واحدة واحدة. عجينة الفطير ما بتبقاش طرية قوي ولا بتبقى يابسة قوي، عجينة كده بتكون في الوسط. العجينة لسه تقيلة معايا، جبت بقى مية، بليت ايدي مية كده ولتيت في العجينة. كل بقى ما قلت في العجينة كل ما العجينة هتضطر، بس مش هيبقى فيها اي تلزيق، علشان كده الفطير هيبقى طري معايا بعد السوا. اهم حاجة بقى خطوة العجين. في نهاية العجين العجينة هتكون طرية بس ما فيهاش تلزيق، وكمان ناعمة. هغطي بقى العجينة وترتاح معايا شوية علشان تبقى سهلة جدا في الفرد. هي ما فيهاش خميرة ولا خمرت ولا حاجة، بس العجينة كل ما تريحيها كل ما هتبقى سهلة جدا. وشايفين بقى العرق اللي في قلب العجينة؟ كده بقى هعرف اشتغل في العجينة ومش هتتقطع معايا خالص. هجيب بقى صينية وارش فيها رشة دقيق بسيطة، وبعد كده هقطع العجينة ل3 قطعات كبار. انا هعمل معاكم 3 فترات حجمهم كبار. لو انت حابة بقى تعمليهم 4 5، او حابة ان انت تعمليه ميني فطير، دي يرجع لك انت في الاخر، بس مش عايزاكي تقلقي، علشان لو بتعملي الفطير باي طريقة تانية وبياخد معاكي كمية سمنة، انا عايزاكي بقى تجربي طريقة النهاردة باقل كمية سمنة، هتفردي احلى كمية فطير. انا كده بقطع العجينة للمرة التانية، يعني المرة الاولانية حددت الفطير معايا هيبقى كام فطيرة. تاني مرة بقطع بقى الفطيرة، القطعة الفطيرة بعملها 4 قطعات، القطع قد بعضيها، وهرصها كده في الصينية. وكل ما عجينة الفطير هترتاح كل ما الفطير هيبقى سهل جدا معايا في الفرد. هغطيهم بالكيس عشان ما يعملوش معايا طبقة ناشفة، وهسيبهم يرتاحوا على ما اجهز السمنة واسيحها، واجهز الصواني اللي انا هعمل فيها. جبت الصواني ومسحتها سمنة، وجبت سمنة على زيت. انا هستخدم النهاردة سمنة على زيت، لو انت حابة بقى تستخدمي سمنة او زبدة او سمنة على زبدة دي يرجع لك انت في الاخر. وخدت بقى اول قطعة. انا هفرد معاكم العجينة كلها بدقيق، مش هنستخدم سمنة الا في الاخر خالص. انا بعمل الفطير المشلتت بكذا طريقة، بس ما عجبتنيش غير طريقة النهاردة اللي هي بالفرد بدقيق والسمنة في الاخر. الفطيرة بتبقى خفيفة زي اللي بنشتريها من بره، وما فيهاش سمنة خالص، وبتبقى خفيفة جدا واحنا بناكلها. بعد كده بقى هنشيل الفطيرة وكل شوية كده ونشوفها علشان ما تلزقش معانا، ونرش بقى رشة دقيق فوق ورشة دقيق تحت، ونفرد ونوسع. عايزين بقى سمك العجينة ما يكونش تخين قوي ولا رقيق قوي، يبقى كده معانا في الوسط. واخر الفرد بقى ما تضيفيش دقيق، ولو لقيتي فيها دقيق نفضيها من الدقيق. وبعد كده وزعي السمنة بالفرشة. اول بقى ما العجينة توزعي عليها السمنة، هتتني بقى الاطراف على بعضيها، وبعد كده هنجيب بقى الفرشة وندهن سمنة. كل طبقة كده هنطبقها لازم يبقى في وسطيها مسحة سمنة علشان الفطيرة تبقى مورقة بعد السوا. ما تنسيش ان انت بتمسحي مسحة بالفرشة، يعني ما بتكتريش سمنة. هنطبقها كده ونعملها مربع ونركنها جنبينا. دي اول قطعة من ال4 قطع اللي احنا هنحطهم في قلب بعضيهم، بس عايزاكي بقى تخلي بالك انا بدخل الفطير جوه بعضيه ازاي علشان يورق معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا فردت القطعة التانية ومعلهاش دقيق خالص، يعني مش عايزين يكون عليها دقيق في الاخر. وبعد كده بالفرشة كده ومسحت سمنة، وهجيب بقى بعد ما مسحت السمنة كده هجيب القطعة اللي انا ركناها وهحطها على القطعة اللي انا فرداها، وبعد كده هتني عليها الطرفين. كل طرف بقى كده بنتنيه هو اللي هيكون مورق بعد كده في الفطيرة. بعد كده هدهن بالفرشة، وهجيب بقى الطرفين التانيين على بعضيهم واركنهم كده جنبينا. يبقى كده تاني قطعة فردتها ودخلت القطعة الاولانية في وسطيها، وبعد كده هنفرد بقى بنفس الطريقة القطعة التالتة.
يبقى احنا كده هنعمل تالت قطعة، بس بوريكي ما شاء الله مليانة كده فقاعات من جوه، بدليل ان هي هتبقى مورقة. انا كده بعمل في التالتة، بعد ما فردتها ودهنتها سمنة جبت القطعتين بقى وحطيتهم في النص، وطبقت بقى الاطراف عليهم ومسحة سمنة، وهنتني الطرفين على بعض. بجد طريقة سهلة جدا للمبتدئين والنتيجة مضمونة. يعني هتعملي الفطير استحالة ان هو ما يورقش معاكي خالص، الفطير هيطلع مورق وكمان هيبقى طري بعد السوا. اول بقى ما تجربيه هيعجبك، واستحالة ان انت تعملي الفطير المشلتت باي طريقة تانية، هتلاقيه مورق وكمان خفيف جدا ومفيهوش سمنة خالص. بعد كده انا بعمل في القطعة الرابعة، دخلت فيهم بقى ال3 قطع، وبقفل بقى الفطيرة في الاخر. تقفيلة الفطيرة سهلة جدا، يعني مش هتتقطع معاكي، مش هتخرج بره لانها ما فيهاش سمنة كتيرة. لو لقيتيها كده مش واسعة معاكي، وسعي العجينة وقفليها كويس، وبعد كده هتشيليها وتحطيها في الصينية وهتسيبيها بقى لما ترتاح. هتحطيها بقى في صينية تكون مدهونة سمنة وتغطيها بكيس عشان ما تعملش معاكي طبقة ناشفة، وهتسيبيها لما ترتاح. انا هفرد بقى ال3 فطيرات بنفس الطريقة. الفطيرة الرابعة لقيت الصينية صغيرة شوية على قطعة العجين، فحشت منها قطعة عملتها ميني فطير، بس ما جاتش معايا في التصوير، هتشوفوها معايا بعد ما تستوي. وبعد كده انا سبت العجينة بقى ارتاحت في الصواني، وجيت بقى للفرد سهل جدا. بعد كده مش بيلم معايا ولا حاجة، بجيب بقى من الوسط الفطيرة لبره، ونخلي بقى سمك الفطيرة ما يكونش رقيق قوي او تخين قوي. وشوفي كده سمك العجينة اقلبيها وشوفيها علشان بس تظبطيها. يعني انا الصينية الاخيرة كان هيبقى سمكها تخين قوي، فشلت منها قطعة عملتها 3 قطع، والقطعة الرابعة عملتها ميني فطيرة. ولو لقيت العجينة بتلم معاكي وانت بتفرديها، خليها ترتاح وارجعي افردي، هتلاقيها سهلة جدا في الفرد. قمت شغلت الفرن قبليها ب10 دقايق، واول ما الفرن سخن وطيت البلاطة وخليت الجنوب وسط، ودخلت بقى الجاز الصواني اللي انا عملتهم في الاول. اللهم بارك، لقيتهم نفخوا زي البالون، وكمان ريحة الفطير ظهر معايا وريحته تحفة وهو بتستوي، علشان بقى يدينا كده قرمشة من فوق ويكون مليان رقات فوق بعضيها. بندير بقى الصينية ونعملها على نار هادية زي ما انتوا شايفينها. ولو الفطير بيبقى طالع ناشف معاكي من الفرن، غطيه على طول بالكيس ومن فوق الكيس فوطة، او لو عايزاه طري خالص ببخاخة مية كده، وهترشي مية وتغطيه وهو لسه سخن. بعد دقيقة واحدة هتلاقي بقى الفطير طري. اهم حاجة التسوية، هيكون على نار هادية لو هتسويه على فرن البوتاجاز. بجد الفطير مورق وعامل معايا كذا رق، وكمان طري جدا بعد السوا. وادي القطعة اللي انا عملتها ميني فطيرة وحدها، شايفة عملت معايا كذا رق، عملتها بنفس الطريقة، الفرد بدقيق والاخر خالص السمنة. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستناني في